هلا يا بعد قليبات، شلونكم؟ اليوم جيتكم طريقة عمل البرمة العراقية اللي كل الناس تسأل عنها، شلون يكون لفها والحشو مالت البرمة. ان شاء الله كلش سهلة وبسيطة. الحشو مالت البرمة شعرية وسمسم ومبروش، 3 مواد، خلينا شعرية وخلينا سمسم وخلينا مبروش، وشنو اللي يكون متساوي، مثلا كوب بكوب بكوب، ونخبطه ونحشي بها البرمة. طريقة العجين مال البرمة طريقة البقلاوة نفسها، بس مورقة ورقة ورقة ومقطعينها شبر بشبر، الورقة تكون مربعة بهذا الشكل. جبنا هذا العود خلينا عليها الورقة، خلينا حشو، والحشو لا تكثر هواية حتى ما تتكسر عندك، وتلفها وتبرمها بهذا الشكل. طريقتها سهلة وإن شاء الله مو صعبة عليكم. خلينا نلف ورقة ثانية، نجيب الورقة ونخلي العود ونخلي العجينة فوق العود ونخلي لها حشو ونلفها ونبرمها. هاي طريقة البرمة، كل سهلة وإن شاء الله مو صعبة عليكم حبايبي. وهذا العود راح أحكي لكم عنه، أي عود عندك إذا ما عندك بهذا الشكل حتى لو مال مبردة مال التقسيم ينجح. وطريقة العجين راسلونا عليها وتأمروني أمر. إن شاء الله عجبتكم الطريقة، ولا تنسونا بالمتابعة ولايك، ومع السلامة.